وحضرتك لازم تعرف بيها. النهارده لما يكون حصل تسريب للغاز من 17 ساعه قبل الحادث، والناس السكان اللي في غرب سومد اشتكوا ومحدش اتحرك ساكنا، يبقى في كارثه. لما يكون في شركه مستخدمه اللوادر بتاعتها وتكسر في خط غاز رئيسي بدون تنسيق، سياده الرئيس انا بناشدك، احنا محتاجين ناخد حق سما. حق سما ده هو مسؤوليه حضرتك، لو سمحت حقق في الموضوع، والناس دي لازم تتحول للتحقيق، وكل فاسد شارك في الموضوع ده لازم يتحول في التحقيق. سما البنت الجميلة اللي راحت ضحية الإهمال اللي كان متسبب فيه المسؤولين عن شركة الغاز، اللي الناس قعدت قبل الواقعة ب 17 ساعة تتصل وتبلغ. ازاي غاز طبيعي ناس بتتصل بيكوا قبلها ب 17 ساعة بتقول لكم المكان كله ريحة غاز ومحدش يتحرك ولا حد يروح ولا حد ياخد أي موقف؟ ده غاز يعني كان ممكن يقضي على منطقة كاملة. رقم 2 برضو هي ضحايا الإهمال لشركة مارست أعمال الحفر أو المشروع اللي بيعملوه بدون تنسيق مع شركة الغاز أو مع شركة البترول في اللي هم بيعملوه. سما دلوقتي في المستشفى، حالتها أمانة في رقبة كل واحد فينا إن احنا نوصل الصوت ده للسيد رئيس الجمهورية او السيد النائب العام، ان هم يتدخلوا في الموضوع ده علشان حق البنت دي يرجع. البنت دي اللي ممكن تكون اختي او اختك او ممكن تكون بنتك او بنتي، ممكن اي حد فينا يتعرض لموقف زي ده في اي وقت. انك تشارك على اوسع نطاق هو ده اللي هيجيب حق البنت دي، لان انتوا عارفين ان الفيديو اللي بينتشر فعلا بيتبصله. فمش هقدر اقول لك غير ان حق البنت دي في رقبة كل واحد هيتفرج على الفيديو ده.